السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزة اقولك النهاردة لا ورق تلفيه ولا دخان هيطلع علينا بيه، وحتى في الطاسة مش هتحمريه، واللي موجود في التلاجة عندك كله هتطلعيه. ربع كيلو من اللحمة المفرومة هتضاعفي الكمية بيه. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. يلا بينا. اول حاجة هنزل في الكبة ببصل، دول حوالي 3 بصلات وسط، ما يكونوش كبار. هبتدي ان انا اقشرهم وابتدي ان انا اقطعهم نصين وانزلهم في الكبه. وحطيت كمان قرن من الفلفل الاحمر الحار، لو مش حابه تقدري تشيليه وتحطي بداله شويه كده من الشطه. حطيت كمان طماطمايه تكون معانا، قطعتها كده نصين، وحطيت 3 فصوص من الثوم. ما تكتروش الطماطم في الوصفه بتاعتنا. كمان نزلت بقى قطع من الدهون، ودي قطع من الدوش برضو حطيتها علشان افرمها مع البصل والطماطم. هتلاقوا حتى لو تلاحظوا فيها قطع كده من اللحمة، انا بحتفظ بيها برضو وبحطها في قلب الكبة تتفرم عشان تديني طعم كده حلو جدا مع الوصفة بتاعتي. فرميهم كويس جدا، انا عايزة الفرم يبقى ناعم علشان ما نحسش لما نحط اللحمة بالحاجات اللي احنا طبعا حطيناها. بصوا بقى، انا لسه ما حطيتش اللحمه، وما شاء الله حوالي كده الوزن ده كده حوالي اكتر من ربع كيلو. بصوا شكله عامل ازاي، وتحسوا ان هي مديه شويه كانها لحمه. تعالوا بقى دلوقتي نحط كده ربع كيلو اللحمه المفرومه بتاعتنا. هبتدي بقى دلوقتي احط بقى التوابل اللي احنا حابينها. انا هحط هنا شويه كده ملح وفلفل اسود، وهحط كمان بودره ثوم وبودره بصل وكمان بهارات لحم. وهحط ايه كمان، هحط معلقه كده كبيره من الدقيق عشان تبتدي ان اللحمه تتماسك معانا. وابتدي بقى اقلبها كويس جدا واسمغها مع بعضها كويس جدا جدا، اقلبها حلو. ممكن بقى بعد ما اقلبها اسيبها شويه كده ترتاح في التلاجة، عشان كده اللحمه تاخد بقى من طعم التوابل والبصل والبهارات اللي احنا حطيناها فيها. بس انا بصراحه اشتغلت فيها على طول، قلبتها كويس وجبت بقى العيش، وكان عندي بقى شويه حاجات كده في التلاجة. قلت بقى لا لازم اعملهم او احطهم في قلب الوصفة بتاعتنا. طبعا انتوا اكيد عرفتوا احنا بنعمل ايه. احنا طبعا بنعمل حواوشي. حواوشي فعلا جميل جدا وطعمه خطير. جبت بقى جبنة رومي، وجبت كمان كان عندي سلامي وكان عندي موتزاريلا. ابتديت ان انا احط كده الحشوة بتاعتنا، شوية من اللحمة، وكمان قطعتين كده من السلامي، وكمان حطيت معاهم جبنة موتزاريلا وجبنة رومي. عايزة اقول لكم بتطلع طعمها حلو جدا، ميكس كده ما بين الحواوشي والطعم الجبنة وكمان السلامي. بجد لا ميكس خطير، حواوشي جبار النهارده. بجد حلو جدا جدا، جربوه بالطريقه دي ان شاء الله، انا واثقه ان هو هيعجبكم. ابتديت بقى دلوقتي احط كده وارصه بالشكل ده، واحط بقى تقدري بقى تحطي بقى يعني ايه، مش لازم تحطي زي ما انا حطيت بالترتيب، بس طبعا لازم اللحمه تبقى هي اول حاجه. ممكن بقى تحطي السلامي من تحت والجبنه كده من فوق، زي ما انت حابه. ممكن تحطي الجبنه الرومي بعد اللحمه، زي ما انت عايزه اعملي براحتك. عملت بقى الكميه كده كلها بالشكل ده، وهنا بقى جبت كده صينيه الفرن، وابتديت احط كده عليها قطع من الدهن اللي هي بتبقى الدوش، او لو عندك طبعا ليا ضاني هتبقى حلوة جدا. وبحطها كده بالشكل ده، واحط عليها العيش، بتاخد بقى طعم حلو جدا 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 وخطير. شغلت الفرن علشان يسخن معانا، وابتديت ارص كده العيش باللحمة، ويلا بينا على الفرن، يلا بينا. ادي بقى شكله كده لما دخلته الفرن. وفي الفرن بكون مشغله الفرن من تحت، واسيبه بقى كده يعيش مع نفسه حوالي ربع ساعه. بجيبه بحطه ربع ساعه على الوش ده، وارجع بقى اروح قلباه. بصوا على الوش التاني برضو ربع ساعه، ما بياخدش وقت طويل في الفرن. وبصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي، والجبنه بقى سايحه فيه وخطيره جدا. والريحه عايزه اقول لكم جميله جميله جميله، والتتبيله خطيره جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. حمروا بقى جنبه شويه بطاطس، او حمروا كمان مكرونه كده محمره، تبقى حلوه جدا. بالف هنا وشفا، او كلوه كده، او اعملوا جنبيه كمان سلطه خضراء مع شويه طحينه حلوه قوي. وبالف هنا وشفا يا حبايبي. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.